التحاليل غالبًا بتكون عبارة عن مجموعة من تحاليل دم اللي بتقيس صورة الدم، الهيموجلوبين، نسبة لو في أنيميا لا قدر الله، وظايف الكلى، وظايف الكبد، السيولة، الفيروسات، وظايف الغدة الدرقية. بنحب دايمًا نقيس وظايف الغدة الدرقية عشان نسبة كبيرة جدًا من المصابين في السمنة بمرض السمنة عندهم خمول في الغدة الدرقية وهم مش مدركين دوّة، وحالات كتير بنكتشفها بنفسنا. تقريبًا ربع أو 20% من الحالات اللي بتعمل عمليات سمنة هي في الأصل بتكون ناس عندهم خمول في الغدة الدرقية، والخمول ده ما اتشخصش وما اتعالجش، بتسبب لارتفاع كبير جدًا في وزن 140 150 كيلو، ومشاكل في القلب، وارتفاع في الضغط، وارتفاع الكوليسترول، ومشاكل والكسل والتعب. المشاكل دي كلها غالبًا بتكون نتيجة لخمول في الغدة الدرقية، لكنه مش متشخص لأن الشخص ده ما حدش فكر يعمل له التحليل ده قبل كده. دي مجموعة التحاليل اللي غالبا بنطلبها. في تحاليل تانية بعض الناس وبعض المراكز وبعض المستشفيات بتحب ان هي تطلبها، زي مثلا ان هو يطلب وظائف تنفس او ايكو اللي هو اشعة موجات صوتية على القلب. طبعا حاجات زي دي احنا مش بنطلبها بشكل تلقائي او روتيني للناس. لازم الشخص يكون ليه تاريخ مرضي، لازم بيكون مثلا عنده حساسية صدر، يكون عنده مشكلة او تليف في الرئة، يكون عنده فشل في وظائف القلب، او يكون مثلا ركب دعامات او عمل عمليات في قلبه. ده الناس هنطلب منهم حاجات زي كده، لكن مش هيجي لي مثلا شاب او شاب عندهم 20 سنة واقول له روح اعمل ايكو وروح اعمل وظائف تنفس. من التحاليل برضه اللي بتتعمل تحليل بيقول لك هنقيس نسبة الحرق او نسبة مقاومة الانسولين في جسمك. تحليل اسمه هوما اي ار. الحقيقة هو هوما اي ار اصلا مش هو، يعني ده مش اسم تحليل، ده اسم معادلة. هو التحليل نفسه بيبقى عبارة عن سكر صايم ونسبة الانسولين في الدم، وبيخش معادلة يطلع هوما اي ار اللي هو زي اندكس ان احنا بنعرف مدى حساسية الانسولين في جسمك. طبعا بالتأكيد جميع مرضى السمنة عندهم شكل من أشكال المناعة ضد الأنسولين. ده شيء طبيعي بيحصل نتيجة لتراكم الخلايا الدهنية وللمفعول الهرموني اللي بيحصل للخلايا الدهنية والتضخم البنكرياس اللي بيحصل نتيجة للسمنة. فالتحاليل دي يعني هي إلى حد كبير هي مكلفة، وإلى حد كبير إحنا مش بنحتاجها. يعني ما ينفعش حد جاي يعمل عملية سمنة والخلاف على 1000 و2000 وفي آخر نطلب منه تحاليل يعني استعمالها أصلي بيكون استعمالات بحثية وتمنها غالي جدا، ممكن توصل ل4 و5000 جنيه.